التفاوض مع الناس مشكلة كبيرة بتواجه سيف، لأنه تقريبا ما بيعرفش يعمل ديل مع أي حد بطريقة صح. وعشان يقدر يعمل ده هنكلمه شوية عن النيجوشيشن ونساعده يتقنه. بس قبل ما نتكلم عن سكيل زي دي، ليه سيف حابب يتعلم النيجوشيشن؟ لأنه فهم إن مبادئ النيجوشيشن مفيدة جدا في الحياة اليومية بجانب فايدتها في الشغل. زي مثلا لما بتحاول تشتري حاجة بسعر مناسب غير السعر المعروض، أو لما بتحاول تقنع أهلك يوافقوا على حاجة هم رافضينها وتعرض مقابل لموافقتهم. والأهم إنك لو عرفتها واتمرنت عليها في المواقف اليومية في حياتك، هتلاقي نفسك شخص عنده قدرة إنه يغير مسار أي حاجة لصالحه، وتقدر تعمل فرق في أي حاجة الكل بيقول عليها مستحيل تتنفذ. ببساطة هتلاقي النيجوشيشن سكيلز حاضرة عندك بكل تلقائية. النيجوشيشن ببساطة عبارة عن عرض لعملية تبادل حاجة معينة مع طرف تاني، فلو العرض أو الاقتراح بتاعك اتنفذ بشكل غلط، ده هيؤدي لرفض عملية التبادل دي. عشان كده مهم إنك تاخد بالك من 3 أبعاد أساسيين ومهمين. People Dimension، علاقتك بالأشخاص المشتركين في النيجوشيشن، وأهم عامل بيأثر في الجزء ده هو نوع العلاقة دي، لأن أكيد طريقتك مع حد بتعامله لأول مرة هتختلف عن حد اتعاملت معاه قبل كده. Problem Dimension، الحاجة اللي احنا بنتفاوض عليها أو بنحاول نعمل ديل عشان نوصل لها، وبيختلف التعامل على حسب الحاجة دي مادية أو معنوية. Process Dimension، كيفية الترتيب لعمل النيجوشيشن، زي تحديد المكان والزمان اللي هيتم فيهم الديل. ال3 أبعاد دول هما طريقة تكوينك لاستراتيجي تحقق بيها هدفك من النيجوشيشن، وال3 مرتبطين ببعض جدا وما ينفعش تتجاهلهم، لأن ده بيكون سبب فشل الديل في معظم الأحيان. وعشان نفهم سيف الأبعاد دي بمثال شامل، هنتكلم عن موقف مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك لما اشترى واتساب ب$19 بليون، برغم ان مؤسس واتساب جان كوم تجاهل عروض قوية كتير جاتله بخصوص واتساب، أهمهم كان من جوجل سنة 2013، إلا إنه وافق على عرض مارك ده، لأنه ما كانش المشكلة بالنسبة له مين يعرض أعلى سعر. والدليل على كده إن بعد ما مارك حط السعر ده، قال بنفسه إن الرقم ده أقل من قيمة واتساب بكتير. أهم حاجة بالنسبة لجان ومؤسسين واتساب كانت إنهم يفضلوا مسؤولين عنه، وما كانوش عايزين يغيروا أي حاجة في الليدرشيب أو في التيم، وده اللي فعلا مارك وفره. من هنا نقدر نقول إن مارك وظف كل أبعاد النيجوشيشن الصح، وعمل ديل مفيش أي منافس غيره قدر ينفذه. نفذ البيبل دايمنشن بإنه تعرف على جان وفهم دماغه وإيه الثوابت اللي ما يرضاش يتفاوض فيها مع أي حد. وبعدين حدد البروبلم دايمنشن عن طريق إنه فهم إن النيجوشيشن مش على أعلى سعر هيعرضه المستثمر، وإنما على مين هيوفر إن فريق واتساب يفضل زي ما هو من غير تغيير. وأكد في كل كلامه عن واتساب إنه هيحافظ على استقلالية الفريق. أخيرا البروسيس دايمنشن نفذه صح عن طريق إنه أخد وقته مع جان لحد ما اختار أنسب وقت يعرض عليه الديل، وتعمد إن مقابلاته كلها معاه تبقى في بيته هو شخصيا، بعيدا عن توتر المقابلات في مكتب أو في شركة. واحنا بنشرح لسيف الأساسيات دي، حبينا نعرفه على مبادئ الناس بتعتمد عليها في النيجوشيشن بالرغم إن فيها أخطاء شائعة. النيجوشيشن مش منافسة بين طرفين ولازم يكون طرف كسبان وطرف خسران، لأنك ممكن تخلص الديل على win-win situation، بمعنى إن الطرفين يكونوا راضين، أو إنك ببساطة تقول no deal، وبكده مفيش حد خسر ولا حد كسب. ده انطباع شائع وللأسف غلط. قبل ما تبدأ نيجوشيشن مع حد، لازم تفصل بين الأهداف الثانوية اللي تقدر تتنازل عنها وتتفاوض فيها، والأهداف الرئيسية اللي لو ما تنفذتش يبقى تضطر تلغي الديل. بعد أي ديل بتعمله، مش شرط الطرف التاني يديك تقييم أو يعمل لك فيدباك، بس انت تقدر تقيم نفسك وتراجع أخطائك وتتعلم منها، وتركز على نقط القوة اللي لاحظتها في نفسك. دلوقتي سيف فهم مبادئ النيجوشيشن، ويقدر يبدأ يجرب ينفذها على أرض الواقع، وعرف إن أهم حاجة في الموضوع هي إنك تثق إن أي رفض انت بتتعرض له دايما قابل للتغيير، طالما انت إيجابي وبتحاول دايما تفهم أبعاد المشكلة.